السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة خلصنا الركنة اللي انتم شايفينها ديت. طبعا ديت 3 قطع فيها الزاوية أو الكورنر الدوران. هي تقسيمتها أو العميل كان عايزها قطعتين، يعني كنبة كبيرة والكنبة التانية قصاد منها، بس هتبقى طويلة أوي وكبيرة أوي، فقلنا الأشيك هتبقى في الكورنر دوت، فهيبقى شكلها أحلى وأفضل يعني. أما بالنسبة للخشب، خشب زين طبعا. السفنج اللي موجود حاليا أو اللي أنا عملته له كثافة 43 فومكو، مش صناعات، لأن الصناعات حاليا الكثافة بتاعتها 40، مفيش أعلى من كده. أما بالنسبة لفومكو، هي كانت تعتبر الوحيدة اللي كانت موجودة، وكان في 45، بس حاليا كل اللي موجود كثافات أعلى كثافات ال 40، ما عدا في الهايبر في 45. وزي ما انتم شايفين كده، ده ظهر فايبر صافي، فايبر هولو، من انضف الفايبر في السوق كله. القاعده كلها معموله استك. السفنج الرفايع اللي معمول ظهر والكلام دوت معمول 36، يعني مش سفنج عادي. القماش اللي انا شغال بيه دوت كتان، زي ما انتم شايفين كده. الفينش الاخير طبعا هيبقى فيه لسه كوشنات بتتحط كروت على بعضيها. الشغل كله سوست، حتى الظهر مع انه نغز يعني مش هيتخلع، بس برضه عامل له عبك اللي هو الدمور. بس كده اهم حاجه، ما تنسوش اللايك والشير، كل خير، وتابعونا مع الفيديو.